السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله، يلا نبدأ وصفة النهاردة. هنعمل النهاردة وصفة من اللي قلبك يحبها، أكلة بسيطة ولذيذة لذاذة ما حصلتش. الفراخ المشوية في الفرن. قدامكم فرخة. هنجيب التوابل، بصلتين واتنين طماطماية. التوابل عبارة عن ملح بابريكا فلفل اسود، بهارات فراخ. تمام. هندعك الفراخ دي كويس جدا من تحت الجلد وجوه اللحم من التتبيله دي كويس قوي. وفي الاخر هنحط على وشها شويه زيت ونسيبها على جنب تتبل. تمام. كده احنا خلصنا الفراخ المشويه اللي في الفرن. هنسيبها بقى خلاص كده على جنب تتبل. وعلى ما تتبل هنروح نعمل شويه رز بسمتي جنبها. عباره عن ايه بقى الرز البسمتي ده؟ عباره عن نص كيلو رز. هنجيب حله فيها شويه زيت، عليها بصلاية متوسطة. هندبلها في الزيت دي لحد ما تبقى يعني داخلة على اللون الأصفر كده، يدوبك هندبلها. وبعد ما ندبلها معاكم زي ما انتوا شايفين كده، هنديها تقليبة لحد ما تدبل. تمام. معاكم تمام كده لحد ما تدبل شوية. هنضيف على البصلة والزيت دي توابل. عبارة عن ايه التوابل؟ عبارة عن ملح، فلفل، بابريكا، توابل كبسة، نص عود قرفة، ورق لورا، اللي هو الورق الغار يعني في بعض البلاد. بس هنضيف الاضافات دي كلها، ولو في قرنفل بنزود قرنفل برضو، واحدة ولا اتنين كده بس بيعديهم علشان تشيليهم عند الاكل. هنضيفهم مع البصلايه، وبقى يا دوبك تقليبه واحده بس مع البصلايه. التوابل ديت نشم ريحتها بس كده، زي ما انتم شايفين اهي التوابل. يا دوبك نشم ريحتها بس التوابل مع البصلايه. وننزل بنص كيلو رز. تمام. ونديله تقليبة يسخن، وبعد كده ننزل عليه بمية مغلية. تمام. زي ما انتم شايفين. ولو في برضو ليمونة، بس انا ما كانش عندي هنا ساعتها وانا بعمله، فليمونة برضو اللي هي الجافة ديت بتفرق برضو في الطعم. بس كده خلاص هنضيف الرز ونزود المية المغلية ويغلي ونوطي عليه. بس دي أكلة النهاردة، سهلة وبسيطة وجميلة ولذيذة لذاذة ما حصلتش. هنا زودت انا قرن فلفل رومي. ممكن تزوديه حامي يعني حسب الرغبة، بيدي تست حلو برضو. وبألف هنا على قلوبكم، واتمنى تعملوا مشاركة واشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.